تعالوا نشوف ازاي وسعنا البنطلون من ده لده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرة جديدة سريعة حبيت اشاركها معاكم. النهاردة معانا البنطلون ده عايزين نوسعه، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والافكار البسيطة. يا ريت تتابعوني معايا الفيديو للنهاية، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة جبنا القماشة دي فيها لكرة وهي قماشة قطن. عملنا هنبتدي ان احنا نحطها على جناب البنطلون بعد ما نفتح جناب البنطلون، ونبتدي ان احنا نثبتها هنا وهنا. طبعا هنا في التوسعة دي لازم تبقي واخدة مقاس الشخص اللي حابب يوسع البنطلون، بحيث ان انت هيبقى جزء من التوسعة دي هتحطي قد ايه قماش. يعني هنا مثلا احنا حطينا اللي هو 10 سنتي هنا و10 سنتي هنا. ممكن بالنسبة لحد تاني يكون محتاج حاجة اقل من كده، او محتاج اكتر من كده. هيبقى في فكرة إضافية للجزء ده. محتاج أقل من كده هيبقى بنفس الفكرة دي، مفيش أي تغيير. ممكن القماشة دي تبقى لون تاني، طبعا ممكن تبقى لون تاني على حسب الرغبة، بس احنا حبينا نعمل أبيض بحيث إن هو يبقى نفس ستايل البنطلون السبورت اللي هو موجود اوريدي بالفعل كموضة، فتحسي إن انت مش عاملة أي حاجة في البنطلون. طبعا فكينا الجزء بتاع التانية بتاع البنطلون بحيث الفينش يكون كويس جدا، اكن ده جزء من البنطلون. تاني حاجة في حتة التوسعة ان انت محتاجة تعرفي مقاس الشخص اللي عايزة توسع البنطلون بالنسبة للوسط بتاع البنطلون اللي معاكي. هل بالنسبة لها الوسط مناسب، ولا محتاجة ان هي تسيب الجزء بتاع الوسط ده والتوسعة تبقى من بعد الوسط؟ الجزء ده هيفرق برضو في توسعة البنطلون. بالنسبة برضو للجزء اللي هو اللي انت لو هنا بالنسبة هنا في التفصيلة دي احنا يعتبر اللي وسعناه في رجل البنطلون وسعناه في وسط البنطلون. هيجي تلاقي هنا في فجوة حصلت، ان هنا القماشة دي فيها مطة عن قماشة الجنس المعتادة، فهتبقى في اللبس شوية هتحسي هنا في تريحة شوية عند الوسط مختلفة. هيبقى علاجها ان انت ممكن لا اما تقفلي شوية من الجزء من 10 سنتي دي تقلليها، يعني مثلا توصليها ل6 سنتي، او ان انت تحطي جزء استك ياخد ويدي مع القماشة الجنس، بحيث ان انت تناسبي القماشتين مع بعض. كل ده طبعا بيفرق يا جماعة في التعديل، لان جزء من التعديل ان انت تعمليه بشكل احترافي. ولو وصلت معايا الفيديو لحد هنا، بتمنى تتابعينا على صفحتنا على السوشيال ميديا، على يوتيوب، وعلى اليوتيوب تعملنا سبسكرايب، وعلى فيسبوك وتيك توك هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويا ريت تدعمينا بلايك. بعد كده بقى هيبقى الجزء اللي بتاع الاستك ده وعلى تانية البنطلون. الاستك مش هركبه معاكم عشان خاطر هركبه مع صاحبة البنطلون على حسب رغبتها او راحتها بعد قياسة البنطلون. هي دي النتيجة النهائية للبنطلون، توسعة ممتازة وفي نفس الوقت عملية، وشكل المظهر بتاع البنطلون بيكون جميل جدا اكن انت مش عاملة فيه اي حاجة. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم، ولو عملتوا الفكرة ياريت تبعتولي في التعليقات عشان أشاركها معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم بقى مع الفكرة. سلام.